بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم التصوير راح اختصره هنا. هاي الدجاجة اللي قلت لكم كانت قاعدة بهذا المكان، واليوم جبناها. طبعا هذا بيض مال دجاجة ثانية اريد ايضا نكركها. هاي الدجاجة وهاي افراخها. طبعا من ال11 طلعوا 7. هو هذا البيض يعني احنا نسميه بيض الدجاج البشر، يعني اول بيض الها. ف طلعن 7 من 11، نقول نعمة من الله، ما رديت اخلي وياهن اكثر من هذا العدد. راح اتكلم بعدين عن هاي الدجاجة، هاي جديدة. هذه ايضا الدجاجة تشوفونها، هذه اكو بعض الافراخ طلعت بيها. هاي يشوفون هاي الافراخ طلعت بيها، وانا بعدها يعني اليوم شفتهن الصبح، واليوم هسه احنا العصر خليت هنا. انا خاف اتاخر باشر الصبح عليها، خليت لهن ماي وخليت لهن شويه طعام. خاف كل شيء يصير اتاخر انا لين باشر اجي. هاي الدجاجه الهرتيه، هاي هنا أنا بيضت لها بيضتين. انا عفتهن ومكان لان الجو حلو وبارد، هذا ما يخص. هاي الدجاجه عندي هذا جيراني بالمزرعه، قال بلكي تخليها يمك لين هاي قافه. فجبنا لها هذا البيض اللي شفتوه قبل شويه، وهو بيضها الظاهر، بس ما اعرف هي هاي دجاجه نوع كوجه او ما شو يسمونها، يعني ما ادري، ما تقف. فخليناها على البيض. هو الرجل مستعجل يعني على قفتها، وما اعرف ليش هي ما تاخذ لها بهالحجم هذا 7 8 أو 9 بيضات وهوايه عليها. خلى جواها 15. انا ما حاكيته، ما احب، قلت خاف يقول يعني يستاقل منها. المهم لان هي انا قلت له يابا هي خليها بردها، هذه ردها كل من الى مكانه. شوف هذه هسه هاي وحده هنا، انا مخليها هاي بعد لها كم يوم. هذه اعتقد باكر بعد باكر، يعني يوم انا حاط لها يوم 24 23 اذا اراد الله تطلع. هذه لا، هاي يوم 27 28 او 29 تطلع. اخوان، ما يخص مشروع الدجاج، اي مشروع انت تريده، اي شيء انت تريده، خلي لك نفس طويل. النفس الطويل هو اللي ينجح مشروعك. احنا اذا تستعجل على الربح وتستعجل ما يصير. يعني انت هسه انا ولو يعني هذا جيراني يريد هاي تسمح جواها 15، فانا قلت له مو هالشكل هذا تريد تسويها. شوف هسه هي خايفه. المهم انا مو هذا قصدي على اي مشروع. هذا شوفوا، هذا هنا هاي الواح الجت انا اللي زراعتها، نقول الحمد لله. هذه هي الدجاجه، شوف شلون ترتيبها وحلوه هي، شوف جميله جدا. هي هرتيه ما تقبل اصورها، بس هي دجاجه راقيه. انا اخذتها يعني فحصتها شفتها، واول ما جبتها من السوق انطيتها يعني من هذا المسكي والثوم وكبسول ايضا، شو لانه كانت ما عجبتني. وهاي لا هسه نعمه من الله يعني حركتها بعد ما فرغ لها الجو. على كل حال هذا المشروع اللي قلت لكم به بالبدايه، واحنا ما اريد ان اتحرك بسرعه خوفا ان الكاميرا ما تمشي، يعني التصوير ما يجي بشكل جيد. هذا يشوفونه، هذا السدر مالنا، ما يقدر اراويكم ذاك الفسائل النخيل كلها بهالطريقة هاي وبهالشكل. نعمة من الله هاي الفترة. شوف يا سبحان الله، شيء جميل يعني. هاي اللي كان بعض الأخوان يقول ايش قاعد تسوي، هاي قاعك مالحة، هاي
يا أخي القاع المالحة تتعالج، يا أخي الماي المالح يتعالج، يا أخي الأرض تنقرب مرة مرتين. هذا أريد أراويكم إياه. شوفوا هذا، يعني شوفوا هذا لوح. السنة احنا خلينا هذا النوى مال السدر. شوف ايش قد طلع سدر كلش هواية، وهذه الطريقة أفضل عندي من يعني الشتلات. هاي شوف الشتلات ضعيفة وتداريها. هذا هو يطلع من السدر أو الفصم أو النوى، يعني هو هذا السدر. وشوف شلون ايش قد كم وحدة. وشوف هذا أنا قلمتهن ووقفتهن، وهاي كانت هنا بامية وكانت اكو بعض الشغلات شلعتها، وأريد أرتبها على الفترة الجاية. أن ذني تقريبا وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يعني 10 شجرات سدر هنا. اللي تنجح تنجح، واللي تفشل الله وياها، ما خسرانين بخسارة. هي نوع. هاي هذا اللوح بيه تقريبا اثنين، وهذا الثالث، وهذا الرابع. يعني فصمة طبعا بس على شرط، يعني انت من تزرع بشهر الخامس، شهر الخامس نهاية الخامس ازرع فصم أو نوى يطلع لك. هذا طبعا كله فجل أنا زرعته، وأفضل أنواع الخضروات أنا عندي هو هذا الفجل مرغوب. هذا أيضا هاي وحدة، هاي سدرة. يعني هذا شوف الفجل اللي يطلع عندنا، فشي جميل يعني، شيء فشي يعني. شوف 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 فشي حلو جميل، يعني إله قيمة. يعني هذا يعني بيفد فائدة، يحلي التربة. شوف هسه إذا أراويك يعني أسحب لك يعني الصورة. هاك شوف هسه هذه، شوف هذا راس، شوف ايش كبره، شوف الورق ايش كبره. يعني أنا إذا أقرب لك الصورة هاك، فشي جميل. يعني احنا السنة تقريبا والله يعني ما احتاجينا هاي الفترة يعني أي فجل، وأنا أحاول أزرعه إلى رمضان يعني للشتاء أيضا. هذه طالعة تولة عندي هنا، وأريد لي فد يوم أشلعها وأوخرها، يعني كم وحدة. يعني قد نحتاج من عندها بالشتاء طبخة طبختين أيضا. أفراخ النخيل هاي جميلة، يعني ما عندنا بها إشكالات. أنا أريد أراويكم. هاي شوف هذا شيء جميل حلو. أتفضل، يعني أنا شريد من الله بعد. هذا نعمة من الله، يعني هاي فسائلنا. هاي فسائل، هاي فسائل. شوفوا شلونها شلون جميلة، نجحت بشكل والحمد لله. نتمنى من الله ومنكم دعائكم ان بالنجاح. هذا الزرع من عندنا. هاي سدرة هم ايضا فصمة، بدل النخلة اللي ماتت تتذكرونها، او الفسيلة اللي ماتت خليت هنا أنا فصمة او نوى، هاي طلعت بدالها. هذه عندي بامبا. هاي البامبا يعني ان شاء الله السنة تمشي، وانا ما قاعد انطيها ماي هواية حتى يقوى الجذر او الساق مالها وتوقف بشكل طبيعي. هاي ايضا هذا طبعا كله هو شويثي، هذا السره. هاي هنا استعمران او خضراوي اعتقد، او استعمران، اعتقد استعمران. هاي اي استعمران لان مبينه من سعفتها شويه قويه. زين واحده اثنين ثلاثه اربعه، لا هاي خضراويه. هاي ايضا هاي واحده، شوف سدره. وهاي شيء جميل كلش بعد، يعني شو نريد من الله. هذه قنطاره، هاي القنطاره اللي قلت لكم كانت انا مداريها بشكل جميل، شخص مداريها يعني حيل. هاي هي القنطاره، شوفوا شلون. وهاي كلها الواح انا زارعها.
وهذه بقايا البامية، واحنا الآن بشهر 11، اليوم 2/11. وهاي شوف هاي البامية، هذه باميتنا. أنا طبعا لأنه بهاي الفترة صارت قليلة فأحوي من عندها كل يومين 3 يطلع بها تقريبا حدود الكيلو، أخليه عندي هنا بالثلاجة وأخليه لان يصير فد كيلو وآخذه، لأن هاي الفترة شفت وقمت هاي الشجر أشلعه، البعض من عنده اليابس آخذ شوفون هذا هسه آخذ اليابس من عندها وأسويه، هذا اليابس فشي جميل يعني، ويعني فشي مفرح والله مفرح. شوف ذيك هاي الجهنمية أيضا اللي قلت لكم بالصيف شلون اعتنينا بها. وهذه عندي هاي حامض علافي يعني اللي هاي بدأت تدرز الآن، هذه بعد ما اعتنينا بها هاي الصيفية كلها لافينها وما نسقيها بس من جوا ويا البانية والماي شوية شوية يصعد عليها. هاي عندي فروخ النخل أو فسائل النخيل اللي كبرت، هذا واحد هسه يبين لكم بعد كم يوم من أشلع هذا النبات داير ما دايره، وهذاك واحد هذا غيباني كله، الزينة نخليها والمو زينة نقلعها. هذا اليوم أنا كله قلمته حتى يصعد الورق ياخذ يعني طريق أفقي وعمودي، لأن هو كان ينزل لي جوا لأن شبع ماي. الآن احنا وقفنا عنه. المهم هذا اسماد اجاني اليوم تقريبا 30 بونية، وهاي حديقتنا اللي أنا موقف عنها الماي، يعني موقفة عنها الماي، يعني ما أريد الماي يجيها لأن أريد أخليها سماد وأشتغلها. هذا النبق اللي بيها أيضا السدر إن شاء الله السنة بعون الله ودعاءكم السنة أحاول أطعمها، ذني 1 2 3 4 أحاول أطعمهن، يعني جذورهن زين الآن السيقان مالها، يعني ممكن تطعيمها بعد شهر الرابع. وإن شاء الله هذا اللي قدرت أنه أن أصوره لكم، وكل مشروع يا ربي يحفظكم. خليك صابر. شوف هذا النبق القد أو السدر هذا كله فصل، هذا كل هذا لحد هنا، هذا كله لحد العربانة هاي، هذا كله سدر من النوى. هذا اللوح خليته شبنت زين طالع كله، وهذا سلج، هذاك هناك حلبة، هاي هنا حلبة، وبعد ذاك ما أعرف شنو والله ما واصل له. وحفرنا أو حرثنا اليوم، قسمنا الألواح الباقية، قسمنا الألواح الباقية بشكل هذه تشوفون هذا قسمناها، واعتقد اكثر شيء راح نخلي بها حنطه هي وهاي الالواح، هاي الالواح المنات حنطه هي هم خضار وتضيف المزرعه فد شيء جميل يعني من الخضار. وقفنا السقي لانه غيم ومطر، ووقفنا كل شيء، السقي مال المزرعه وقفناه، ما قمنا عاد نشتغل بالماي إلا إذا نريد نزرع من جديد. يا ربي يحفظكم وينجح مشاريعكم. وهذا بعد احنا ايش نحتاج؟ خلال 2 احنا وصلنا إلى هالمرحلة هاي، وإذا تبقون ويانا بالقناة راح تشوفون بعد 2 هواية أمور تتطور. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.